Hello everyone. Today we're going to learn one of the most important rules in English grammar. Must and mustn't. Let's get started. وبتكون تكوينة الجملة معانا فاعل و must أو mustn't وبعدين الانفينيتيف اللي هو الفعل في المصدر. يبقى لو جملة كانت مثبتة فأنا هقول فاعل وماست والمصدر، ولو جملة منفية فأنا هقول فاعل ومustn't والمصدر. هقولك إن we use must to say something is very important or a rule. بنستخدم كلمة must بمعنى يجب أن عشان نقول إن شيء ما مهم أو قاعدة معينة. For example, you must turn off the lights to save energy. أنت يجب أن تغلق الأنوار عشان توفر الطاقة. Example number 2, you must follow the rules. أنت يجب أن تتبع القواعد. أما بقى mustn't فهقول لك we use mustn't to say something isn't allowed. هنستخدم mustn't عشان نقول لا يجب أن للتعبير إن شيء ما غير مسموح به، حاجة ممنوع إن أنت تعملها. For example, you mustn't throw rubbish on the ground. أنت لا يجب أن ترمي القمامة على الأرض، دي حاجة ممنوعة. Example number 2, you mustn't be late for school. أنت لا يجب أن تتأخر على المدرسة، هيبقى في عقوبة عليك. وبكده نكون فهمنا إن must بنستخدمها للحاجة الضرورية والمهمة، وmustn't للمنع أو التحذير. ودلوقتي جه دورك أنت يا بطل، يا ترى هتختار must ولا mustn't؟ هكتب لك كذا جملة وأنت اختار واكتب لي في الكومنتس. Number 1, you play with fire. Number 2, you space eat too much candy. Number 3, students space be quiet in the library. Number 4, you space do your homework. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. باي.